السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مونتي فيديو عاصمة أوروغواي. دابا أنا يلاه خارج من الخدمة، قالوا لي غادي نجاوب على واحد السؤال مهم على الاستثمار هنا في دولة أوروغواي. أولا أنا جالس نرتاح، دابا يلاه خارج من الخدمة عيان شوية. بسم الله. بون هنايا الحقيقة هذا مهم، هاد القضيه الفيديو على هنا الاستثمار. هنايا هنا دوله ديال الاستثمار الاوروغواي، ممكن تستثمر هنايا في هاد الدوله الزوينه. غنعطيكم المجالات ديال الاستثمار والشروط ديالها والارباح تقريبا. انا براسي كون ما كنت خدام شي شركه نستثمر ليا هاد البلاد ديال الاستثمار. علاش؟ تو سامبلومون لان هاد البلاد ما فيهاش بزاف ديال الاستثمار. محتاجه مثلا المطاعم، انا كاين نقص فيهم باستثناء دوك المطاعم الفاخره. انا يلاه كنت سيوداد بيخا دايز عليها في المناطق السياحيه. حدا كاين هنا واحد البور هنايا ديال سيوداد بيخا، كاين شي مطاعم وكاينين في البونطا دي استي، هادوك ممشين ولكن اثمنه خياليه. تقريبا بالدولار تقريبا كيوصلوا $100 $50، ولكن لا درتي شي حاجه ديال $4000 ديال 4000 المغربيه هي $20 $30 غتمشى لك مع الطبقه المتوسطه. هنايا عندنا في الاوروغواي واحد القضيه، ما كاينش تفاوت طبقي كبير عكس الارجنتين كنت فيها، البرازيل، تركيا، دول افريقيه، البوسنه، الهرسك، هادو عندهم تفاوت طبقي. شي عنده الفلوس شي ما عندوش. هنا في الاوروغواي بحكم الدوله ديمقراطيه، انتم كتشوفوا ما شاء الله داك الشيخ شحال عنده من عام وكيلعب الكره، وهذه راه بلاد سواريز وفورلان، وكيشبه شويه الفورلان تقول الاب ديالو. هاد الاوروغواي معروفه بالكره. شو ما شاء الله السيد دابا هذا راه عنده شي 80 عام. هنا تاخذ التقاعد ديالك بلا ما تخدم، الصحة بالمجان، الدواء فابور. هنا من أفضل الدول في العالم. ممكن أوروبا تكون حسن منا، الألمان، النرويج بطبيعة الحال. أنا كنت اسبانيول لقيت عندهم رخاء على الأوروغواي. اسبانيول كنت كناخد باريزيانا، مثلا باكيت ديال الخبز كتاخدي باريزيانا كتاخدها 3 بأورو. ميركادونا، بيلباو، فالونس كتاخد 3 أورو ونص، أورو شي 20 سنتيم. هنايا عندنا غير خبزة وحدة كدير واحد 2 دولارات ونص. المهم ولكن من الناحية الطبية، شوفوا مثلا داك الشيخ ما شاء الله كيلعب الكرة ما شاء الله، شوف راه عنده شي 80 عام، الله نزوم عليه ما شاء الله، وكيلعب الكرة مع ولد ولدو. المهم نرجعوا الموضوع ديالنا هنا في الأوروغواي. هنايا كاين واحد القضيه، ما كاينش تفاوت طبقي. الناس اللي عايشه هنا غتلاحظ هذا الشيء. وانا كنت عشت في شي دول افريقيه، وكنت كنمشي سياحه تركيا، وكنت في الارجنتين وفي البرازيل. كاين تفاوت طبقي في هاد الدول اللي ذكرت، ولكن هنا ما كاينش تفاوت طبقي. هنايا كل شيء ممكن يدير طوموبيل، وكل شيء ممكن يدير يكون ساكن واكل شارب. طوموبيل كديرها الا كنتي خدام. هنايا راه غير تخدم عام عامين كتهز الكريدي، واخا تكون شركه ماشي بحال شي دول خاصك تكون موظف مع ليطا، موظف مع الدوله. وعلى مسكين ديك الشركه علاش مالو ما يديرش حتى هو طوموبيل؟ هنايا الناس خدامه في الشركات. انا شفت الناس خدامه هنايا في النظافه، وهنا راه كيتخلصوا 160 الف ريال صحاب النظافه، وكيربحوا ومشاو خداو الحديد الطوموبيلات. هنايا ممكن تشيط الفلوس لان الصحه فابور. المهم رجعوا الموضوع ديالنا. اهم مشاريع بحكم الاكسبيريونس عندي هنايا اللي شفت بعيني النقص فيها. هاد الناس سولوني بزاف من دول عربيه شقيقه، من المغرب، من الخليج، قال لي يا اخي مراد بغينا عافاك نعرفوا هنايا المشاريع وشروط ديالها. المهم ضروري خص يكون راس المال، يكون له كابيتال $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 $80,000 $100,000 $15,000 حتى $100,000، يعني بالمغربيه من 15 مليون حتى 30 مليون.
كدير مشروع هنايا مربح. هنايا على بالك كنبغيو الحريره ما كنلقاوهاش، الطاجين ما كنلقاوش، المسمن ما كنلقاوش. تخيل يجي شي مغربي ولا مغربيه يدير لك المسمن هنا. هاد الاوروغوايانيين عزيز عليهم هما كيكونسوميو. هادو راه ماشي بحال البرازيل فقيرين، الارجنتين نصها فقير، تركيا نصها فقير، الدول الافريقيه بلا ما نهضروا الا الخليج. هنا بحال الشكل ديال الاوروب. تخيل معايا كاين اللي كيمشي كيدير قهوه في 1000 بيسو، هي 5000 ريال، 200 هي الناس عندها الفلوس. حنا ليسانس عندنا هنايا الغازولينا او ليسانس باش ديري الطوموبيله ديالك 2 دولار، والناس دايره الطوموبيلات 2 دولار والناس دايره الطوموبيلات. دابا راه مشيت للسونتر فيل يبان لك حديده تابع حديده، كاينه تقريبا 1,000,000 نسمه ونص، وغيكون الحديد شي 500,000 او مليون حديده، والمازوت وليسانس كيدير 2 دولارات. اذا صابروف الناس عندها الفلوس. علاش كيتخلصوا مزيان؟ مثلا موظف 2000 دولار، هذا اللي ما كيربح 6000 دولار، ماشي عاك شي دول غيديروا ليه 100 دولار ما غيقدر ما يدير بها والو. المهم هنايا الحريره ممشيه بالنسبه للمغاربه، والله كون لقيت الحريره نشريها. انا دابا مع البرد جا ما كرهناش الحريره نشريها ب 100 درهم ما تلقاهاش. ما كرهش طاجين نشريه ب 150 درهم ما تلقاهاش، لا انا لا غيري. اذا هادشي مشي، المحلابات مشين، الماكله، المطاعم نسولوا على المطاعم مشيه، الاكل الحلال مشي. هنا الاوروغوايين يشريو من عندك. بالنسبه للمحلات تقريبا كدير واحد المحل كاين الساروت تما عندهم 30,000 دولار 20,000 دولار، يعني 20 مليون 30 مليون. كدير 20 مليون 30 مليون كتاخذ الساروت وكتبقى كاريب 3000 درهم او 300 دولار، ولكن الارباح كاينه. تخيل دابا الطاجين مغربي تقدر هنا دير ليه هنا بالبيسمو مثلا كيشريو الشاورما 300 بيسو، الباريزيانه ب 100 بيسو. اذا هنا راه الطاجين دير ليه 500 بيسو 100 درهم ودير ليه 200 درهم ويشريو من عندك. هنايا المسمنه راه العجب. هنايا اتاي كلشي يتمشى هنايا. بالنسبه لداكشي الهاي كلاس، الحوت، الكروفيت، الكالامار تا هو مشي. المهم هنايا المينيمو 700 500 بيسو، 1000 بيسو، 2000 بيسو، يعني 10000 ريال، 50 دولار البلا. الناس عندها الفلوس هنايا. مثلا هنايا حلاق مشيه اللي عنده المهنه وراس المال دارو هنا مشي من المزيان. كتجي كتقلب على المحل، ولا لقيتي محل كدير الماتيريال. هنايا كنحسنوا حنايا دري صغير كنحسن كتحسن ليه ب 100 درهم مغربيه، هنايا كنحسنوا ب 5000. العيالات كيحسنوا ب 10000 120 بالدولار كيحسنوا ب 100 دولار. هنايا كلشي في الثمن. كاين اللي غايقول لك الضرائب عادي، والله ما عرفت واش 30% 20% بحال فرنسا، واقيلا 15%. المهم هنا بنادم رابح، هنا ما شاء الله. كاين شي وحدين كيجيبوا 1000 دولار 2000 دولار. الا كانت واحد الشركه مشروع كبير كتجيب واحد 1000 دولار في النهار، 2000 دولار، 2 مليون في الشهر. انا غير الحلاق يقدر يجيب ما شاء الله واحد 500 دولار يومين 3 ايام. تخيل كتحسن راس واحد بالدولار غتحسنيه ب 20 دولار 30 دولار. حسنتي ال10 عندك 300 دولار 60,000 ريال. والناس اللي كتحسن هنايا تقول لك شحال كيحسنوا. عندنا الثمن طالع، ما كاينش ديك اللعيبه ديال 20 دولار 20 درهم، ما كايناش. الا ما عطيتيش 150 درهم ما تحسنش، هادي الفقير. اما الا بغيتي دير شي حاجه هاي كلاس وتشويكه والعالم وهذاك الشيء، حسب عليها واحد 50 دولار، بحال داكشي ديال الميريكان عندهم هادشي ديال